السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى انكم تكونوا على خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذا العصير المنعش اللذيذ اللي كيجي غزال بزاف يعني كيطيح اقتصادي. بالنسبه للمكونات عندي هنايا جوج تفاحات متوسطين وواحد الحامضه متوسطه وكاس اللارب ديال السكر سنيده. بالنسبه لسنيده يعني ما تقولوش انه غادي يجي حلو، راه كيجي هو هذاك. ممكن انكم تنقصوا. خديت واحد البول وضعت فيها سنيده وحكيت فيها الحامضه، يعني درت عليها كلها هذيك القشره الخارجيه بلا ما نوصلوا للقشره البيضاء. من بعد ضفت واحد الفاني ديال 7 غرام ولا 8 غرام وحكيت مزيان مزيان هاد المكونات. هذا هو السر ديال هذا العصير حتى يتبدل لينا اللون ديال سنيده. هنا كيبين لنا ان هذوك الزيوت الطياره ديال القشور ديال الحامض يعني تنكه بها هذيك سنيده. صافي من بعد كناخذوا هذيك الحامضه كنحيدوا ليها هذيك الجلده البيضاء وكنقطعوها طريفات صغارين. نحاولوا اننا نحيدوا هذوك العظيمات اللي كيكونوا فيها، هذه راه عامره عظيمات. من بعد خديت تفاح حيت له القلب ديالو واحتفظت بالقشره ديالو. من بعد قطعته طريفات صغيورين وضفتو للحامض ونخلطو مزيان مزيان هاد المكونات حتى تذوب لينا هذيك السكر سنيده. هنا كتشم واحد الريحه زوينه طالعه مع هاد العناصر هادو. خديت الخلاط الكهربائي وضعت فيه التفاح وغادي نضيف له واحد الكاس كبير ديال الماء يكون بارد. ضروري تستعملوا الماء بارد لا خصكم تشربوه يعني مباشره. صافي غادي نطحنوه في الخلاط مزيان مزيان. من بعد غادي نصفيوه في الصفايه، وحنا كنصفيوه وحنا كنضيفوا الماء اللي كيناسبنا. يعني هنا نتوما كتحكموا في الكثافه ديال هذا العصير، واش بغيتوه خفيف بزاف ولا ثقيل. انا بالنسبه لي الليتر ديال الماء كان هو هذاك، يعني ما ثقيل ما خفيف. هذا هو الشكل ديالو. صافي كنقدموه مع الثلج كيجي روعه روعه، يعني غير جربوه، ضروري تجربوه باش تعرفوا علاش كنهضر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.